بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصراحة أنا بتكلم في موضوع، يعني أنا مستاءة جدا جدا الحقيقة ومتضايقة قوي. كنت من كام يوم كده بقلب في الفيسبوك ولقيت فيديو كده غريب بصراحة. للوهلة الأولى حسيت إنه واحد راجل وعامل نفسه واحدة ست، وبعدين ببص في الفيديو لقيته كده بيتكلم عن الثانوية العامة، فيديو لايت كوميدي كده فكاهي. فبسأل بنتي بقول لها مين ده، فبتقولي يا ماما لا دي واحدة اسمها سوزي تقريبا، او سوزي الاردنيه حاجه زي كده. بقول لها مين سوزي الاردنيه دي؟ بتقول لي دي صاحبه مقوله الشارع اللي وراه، اللي على لسان كل اطفال المدارس للاسف الشديد. فبصراحه اتصدمت جدا. ببص في الفيديو لقيت واحده جايبه تقريبا 30%، بتتباهى، يعني مبسوطه جدا من النتيجه اللي هي جايباها. انا مش عارفه هي دي نتيجتها فعلا ولا دي نسبه الخصم اللي حصلت عليه ولا ايه، مش عارفه. بتتباهى قوي ب 30% اللي هي جايباهم، ومبسوطه قوي، وكميه تصالح مع النفس رهيب رهيب حقيقي. حزينه جدا حقيقي. معقوله دي النماذج يا جماعه اللي تتصدر المشهد؟ دي النماذج اللي تبقى قدوه للولاد والبنات اللي رايحين ثانويه عامه كمان شهر؟ دي النماذج؟ يعني حقيقي شيء يدعو للحزن، يدعو يعني للكآبة. يعني مش معقول وصلنا للدرجة دي من الانحطاط. مي معقول هي دي النماذج اللي تتصدر المشهد. يعني حقيقي شيء صعب. فين الأولى على الثانوية العامة؟ ليه ما نعملش حوارات مع الأولى على الثانوية العامة وتقول لنا كانت بتذاكر ازاي، كان جدولها ايه، كانت بتعمل ايه، عشان تبقى دي فعلا القدوة لكل البنات والشباب. مش معقول واحدة زي دي يعني ده منتهى الفشل، منتهى يعني حقيقي. دي يعني هو ده بقى ان احنا النماذج الفاشله هي اللي بنبص عليها. وطبعا ببص على كومنتات، لقيت الكومنتات كلها كل سلبيات. انا ما تعملش كومنت اصلا، يعني ما تعملوش كومنت وتضيعوا وقتكم. الحاجة التانية أنا مش هتكلم عنها ولا عن باباها ولا عن مامتها ولا عن فين أسرتها، مش هتكلم خالص، لا يعنيني. أنا اللي هتكلم عنه يا جماعة انتوا للدرجة دي هان عليكم عمركم، هان عليكم وقتكم. يعني ازاي تضيعوا عمركم وتضيعوا وقتكم في انكم تتفرجوا على مثل هذه فيديوهات كلها تفاهة، كلها فشل. معقولة يعني معقول الوقت هان عليكم للدرجة دي؟ العمر اللي بيروح ده هان عليكم؟ الثانية اللي بتعدي في عمر الإنسان ما بتتكررش، مش بتيجي زيها تاني، خلاص انتهت. فشيء حقيقي، شيء حقيقي يدعو للحزن. يعني ربنا هيحاسبكم على الوقت ده اللي انا عايزه اقوله. استثمروا وقتكم، حرام الوقت وحرام تضيعوا شبابكم وحرام تضيعكم. وهنا بقول لكل الاعمار والله، يعني كل الناس، شباب كبار صغيرين، حرام ان انتوا تضيعوا وقتكم في مثل هذه الفيديوهات. يعني بجد ربنا هيسألكم عن الوقت بلاش يكون هو يعني شوفوا حاجة جديدة، اتفرجوا على حاجة تضيف لكم، شوفوا حاجة تبقى حاجة إضافة بالنسبة لكم، فيديو هادف، فيديو ما يبقاش حاجة تافهة، ما يبقاش حاجة فاشلة. هي دي اللي تتفرجوا عليها وتلاقي ساعات بتضيع في تفاهات، والساعات بتبقى أيام وبتبقى شهور وبتبقى سنين وبتقعد كده. يعني أنا أتمنى إن كل واحد يجيب ورقة وقلم يجيبها ويقعد مع نفسه كده ويشوف عمره كام، واليوم 24 ساعة، ويشوف ال 24 ساعة دول بيضيعهم في ايه، بيقضيهم ازاي، ويقعد مع نفسه. لو في خلل عندك في ال 24 ساعة بتقضي وقتك في مشاهدة فيديوهات تافهة، فيديوهات فاشلة، فيديوهات ما بتجيبلكش اي مكسب، اي حاجة، يعني ما فيش اي اضافة بتضيفها لك، لا انت لازم تراجع نفسك عشان ربنا يحاسبك. علشان فعلا الثانية اللي بتعدي في عمرك مش هتتكرر تاني. يعني اتمنى تكون رسالتي وضحت. بحبكم في الله، وما تنسوش تصلوا على رسول الله.